السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية لكم بوصفة، مش أي وصفة، وصفة الفطيرة الجلاش بالكريمة اللي مكسرة الدنيا على اليوتيوب. شايفين الجمال؟ شايفين كده الحلاوة؟ تحسي كده ان الفطيرة بتاعتنا كده جاية من أفخم المحلات، بجد جميلة جدا. وكمان يا جماعة سهلة التحضير ومورقة، وعايزة أقول لك بتتحضر مكوناتها سهلة وبسيطة جدا وموجودة في كل بيت. خليكم معايا بقى خطوة بخطوة عشان تعرفوا بقى ايه ازاي هنطلع أحلى فطيرة جلاش بالكريمة. شايفين الجمال؟ بجد اكنك جايباها من افخم المحلات. عايزه اقول لك الولاد انبهروا بيها. وكمان احنا داخلين على راس السنه كده يا جماعه، تنفع مناسبه تعملوها كده. كل سنه وحضراتكم طيبين. دي بقى الولاد كلوها كده، كلوها وشربوا جنبها كوبايه شاي كده او قهوه فظيعه. الاول كده هنصلي على النبي. ودلوقتي انا جبت الحله بتاعتي كده يا جماعه وحطيت فيها كيلو من اللبن، يعني 4 مجات من اللبن. هنحط نص كوبايه من السكر، سكر عادي اهو، بقول لك نعمل حبيبات. هحط بعد كده كوبايه الا ربع من النشا، يعني 5 معالق كبار من النشا، يعني 100 جرام من النشا، بقول بالميزان والمعلقه والكوبايه. هنقلبهم مع بعض ان ايه لغايه ما نلاقي النشا واللبن دابوا مع بعض. بقول لك في الوقت ده لو عندك معلقتين قشطه حطي، ما عندكيش خلاص، بس ايه بتدي طعم. تمام. بعد كده بنقلبهم حلو مع بعض ونتاكد ان النشا واللبن دابوا حلو مع بعض. بعد كده هنحطهم على عين البوتاجاز. بعد ما نحطهم على عين البوتاجاز انا بقول لك اهو بنقلب فيهم تاني كده اهوت. بقول لك على نار عاليه عادي. ليه؟ انا عندي الحله الالومنيا هتستحمل معايا درجه الحراره، يعني مش هتتدع معاكي. انا عايزه اقول لك على حاجه، ناس كتيره سالوني المهلبيه بتتدع معاهم بسبب سببين. السبب الاولاني ان انتوا بتحطوها في حله ستانلس او حله من هي السيراميك، فبالتالي بتعمل معاكم بتلسع معاكم المهلبيه وبتغير الطعم. وتاني حاجه لازم اللبن بتاعك يكون فريش. تمام. السببين دول اهم سببين بيخلوا المهلبيه بتاعتك بتروح في حته تانية خالص. لو عملتيها في حله ألمونيا بجد هتبقى جميله جدا وتفرق معاكي في الطعم وفي القوام. وكمان وانت معليه النار. تمام. عايزه اقول لك بتقلبي كده تقليب مستمر لغايه ما النشا والسكر واللبن يدوبوا مع بعض حلو. وممكن ايه تريحي ايدك، بس في الاول بتدوبوهم حلو وبعد كده بتقلبي لغايه ما تلاقي القوام بتاعك دوت كده. انا عايزه القوام والسمك دوت يوصل لكده. شايفه القوام بتاعي جميل ازاي؟ انا عايزاه كده بقى. شايفه؟ بعد كده هحط في الاخر اول ما القوام ده يوصل كده هحط ذره من الفانيليا. ما تكتريش الفانيليا عشان ما تديلكيش مراره. عندك كيس فانيليا حطيه، اهم حاجه اوعي تكتري الفانيليا عشان ما تديش معاكي مراره. بعد كده مقلبتها بقى، قلبتهم كده حلو مع بعض. انا طبعا طفيت النار، هسيبهم بقى يبردوا خالص. هروح احطهم بقى بصبهم في صينيه او في طبق عندي، المهم يستحمل معايا درجه الحراره. تمام. هسيبهم يبردوا خالص. هتغطيهم؟ لا، ما بغطيش المهلبيه. طب ما هتعمل قشره طبق من القشره ولا هتعمل اي حاجه يا جماعه، حطها بس جنبكم عقبال ما تحضروا بقيه المقادير. شايفه بقول لك بسويها واحطها جنبي تبرد خالص من غير ما اغطيها، ولا هتعمل قشره ولا اي حاجه. تمام. في الوقت ده بقى جبت بقى الجلاشه بتاعتي، الجلاش بتاعه جبت بقول لك كوبايه الا ربع من السمنه. السمنه بتاعتي تبقى سايحه كده وحلوه. بقول لك جبت اول ورقه كده وابتديت ادهنها زي ما حضرتك شايفه كده. ابتدي ادهنها بالسمنه السايحه. وضروري سمنه سايحه يا جماعه، ما تجيبيش سمنه من اللي هي ايه، السمنه بتاعتك ما تكونش سايحه، يعني سمنه متجمده. الايام دي احنا في الشتاء، لو متجمده وانت هتدهنيها هتشيل معاكي سمنه كتيره، فبالتالي تيجي تاكلي الفطيره هتقلها تقيله معاكي. فانت بتجيبي بقى ايه طبقات كل طبقه جلاش بتدهني ايه طبقه سمنه عشان تورق معاكي وتخليها مقرمشه وتبقى عامله زي كده البغاشه وتستوي معاكي. في الوقت ده بعد ما دهنت بقى سمنه جبت كده بواقي ايه الجلاش اللي هي الورق الزياده، ورقتين كده اهوت او 3، فضلت اتنيهم. وبعد ما تنيتهم بدهنهم كده ايه سمنه. تمام. ما تسمعيش كلام اي حد بيقول لك بعد ما تخلصي الجلاش تدهني سمنه، مش هيستوي معاكي ولا هيورق. اهم حاجه تدهني سمنه بين الطبقات، هي اللي بتفرق معاكي وتديك التوريقه والقرمشه وتحسسك انك بتاكلي بغوشه. شايفه بقى طبقه الكريمه بتاعتي؟ شايفه الكريمه بتاعتي ده السمك اللي انا عايزاه. السمك الكريمه ده اللي انا عايزاه متماسك كده وجميل. لو الكريمه بتاعتك طريه اتاكدي ان الكريمه بتاعتك هتدخلها الفرن هتطلع بره الحشو، وهتطلع معاك هتتفجر معاكي في الفرن. تمام. فلازم الكريمه بتاعتك تكون متماسكه وحلوه. بعد ما حشيتها قفلت من الجناب ورحت قافله كده برده من الحروف كده اهوت وعملتها زي الدفتر. بعد كده هحطها في الصاج. والصاج بتاعي ده انا جبته دهنته كده فرشه كده من السمنه بسيطه خالص. هبتدي بعد كده احط الفطيره بتاعتي. تمام اهو. بعد كده بقى جبت ورقه تانية. انا عايزه اقول لك الجلاش بتاعي دوت انا عملت لفتين من الجلاش، كل لفه 350 جرام، عملوا معايا 7 فطاير. تمام. طيب لو انت جبت نص لفه جلاش هتعمل معاكي 5 فطاير، اما انا جبت لفتين جلاش كل لفه 350 جرام عملوا معايا 7.
ابتديت اجيب الورقه الاولى وابتديت ادهنها سمنه، والورقه الثانيه ادهنها كده طبقه من السمنه، والورقه الثالثه برده دهنتها طبقه من السمنه. انا حطيت 3 طبقات يا جماعه بس، وبين كل طبقه وطبقه بدهن سمنه، سمنه بلدي سمنه نباتين اللي يريحك، بس طبعا السمنه البلدي بتفرق في طعم ايه الحلويات الشرقيه. تمام. ابتديت اجيب بعد كده بقى الورق الزياده، ورقتين كده الزياده من بتوع الجلاش، او ورقه كده تجيبها وتقسميها. حطيتها كده وابتديت احط بقى ايه الحشو بتاعي الجميل اللي انت شايفاه متماسك وحلو، واقفل كده من الجناب واقفل من الحروف واعملها زي الضفر. اقفلي كده وما تخافيش عادي. بعد كده باخدها وابتدي ارصها بقى ايه في الصاج بتاعي، وبدهن برده سمنه، السمنه بتاعتي تكون سايحه وحلو. عايزه اقول لك ان انا في الوقت ده في الاخر لو انا عاملاها بسمنه نباتين، باجي في الاخر بديها سمنه بلدي. بقول لك السمنه دي سمنه بلدي انها بتدينا طعم في الاخر جميله جدا، سمنه كده تبقى سايحه وحلو. ادي السمنه البلدي بتاعتي اهي، ابتديت ادهنها كده من على الوش، كل فطيره ادهنها بايه بفرشه من السمنه البلدي. بتفرق جامد يا جماعه في الجلاش وانت ايه بتسويه في الفرن، خلي ريحته جميله جدا وقلب الدنيا. دخلته الفرن بعد ما دهنته، وبعد كده احضر معاكم الشربات. الشربات عباره عن كوبايتين سكر، كوبايه ميه، ومعلقه عسل كل جوز. المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف. تمام. يعني الشربات نص كيلو من السكر، 200 جرام من الميه. تمام. ومعلقه كبيره من عسل الكلوكوز. حطيتهم على نار متوسطه، قلبت فيهم لغايه ما السكر والميه دابوا مع بعض، واتاكد عشان لو السكر فضل كده في قاع الحله هيسكر معانا ايه الشربات بتاعنا. اما السكر بتاعنا داب حلو، وبعد ما داب حطينا نص عصره ليمونه وقلبنا حلو تقلبتين وطفينا النار. شايفه القوام الشربات جميل ازاي؟ هسيبه يبرد خالص. خلي بالك الجلاش بتاعنا ده لازم الشربات بتاعه يكون تقيل. ليه بقى؟ عشان هو اللي بيفرق معانا في طعم الجلاش ويخليه كده ايه محرفش كده وعامل زي طعم المغاشة كده وجميل جدا. دخلت الجلاش بتاعي في فرن ايه 200 درجه الحراره بتاعته 200، وقعد معايا نص ساعه زي ما انتم شايفينه كده. في الوقت ده قلت احضر معاكم كريم شانتيه. جبت كوبايه من الميه وربع كوبايه من السكر، دوبتهم حلو. لازم اتاكد السكر والميه دابوا حلو مع بعض عشان لما اجي احط كوبايه الكريم شانتيه ما تخرصش معايا. فاهم؟ تمام يا جماعه. انا باكد على المعلومه دي، لازم تدوبي السكر والميه حلو. تمام. عشان السكر بتاعك يدوب وطعمه حلو. بعد كده حطيتهم بقى كوبايه من كريم شانتيه من غير سكر 100 جرام يعني، وايه وخفقتهم حلو زي ما انتم شايفين التماسك. بعد كده بقى ايه الجلاش بتاعي كان طلع من الفرن، وحطيت له الشربات بتاعي التقيل. وشرباتي باكد ان هو كان بارد. شايفه الارضيه وشايفه البغاشه منفوخه معايا وجميله ازاي؟ مفيش اروع من كده بجد، طعمها تحفه. سقيتها بالشربات بتاعي اللي هو التقيل، وبكرر ان الشربات بتاعي بارد والجلاش بتاعي سخن. سقيتهم وبعد كده يا جماعه سبتهم بقى ايه يشربوا حلو من الشربات، وبعد كده صفيتهم من الزياده. صفيتهم بعد كده من الزياده من الشربات، وبعد كده سبتهم يبردوا خالص تماما. وباكد عشان لما نيجي نزوقهم بالكريم شانتيه اللي انتوا شايفينه ما يسيحش الكريم شانتيه. لو الجلاش بتاعك سخن وانت زوقتيه بالكريم شانتيه هيسيح معاكي. تمام. فاحنا ايه الجلاش بتاعنا برد خالص، وبعد ما برد وصفيناه حلو من الشربات، وبعد كده رحنا زوقناه بالكريم شانتيه. بعد كده سيحت له بقى ايه نوتيلا كده وفي حمام ايه مائي. وبعد كده ايه عملت له ريجه كده عشوائي، ريجه كده شوكولاته عشوائي، وابتديت ازوقه بالفستق واللوز والمكسرات وعين الجمل. اي مكسرات عندك حطيها، وفول سوداني ونوتيلا بيضه. الولاد بصراحه عشقوا الحاجات دي، النوتيلا والمكسرات دي جميله جدا. وبعد كده واحده تانية زوقتها بالسكر البودره اللي انتوا شايفينه ده جميله جدا، وحطيت لها برده زبيب ومكسرات وعين جمل. شايفين زبيب شويه زبيب شويه مكسرات. وطبعا التزويق ده حسب رغبتك. عايزه اقول لك برده ممكن تزوقيه برده ايه فواكه اللي هي ايه فراوله موز، شرايح فراوله وشرايح موز، شرايح مانجا، بس احنا الايام دي مش في موسم مانجا. كيوي على الوش الكريمه كده بتدي طعم جميل جدا. والحشو ده حسب الديكور ده حسب ايه حسب رغبتك. بعد كده حطيت بقى النوتيلا. انا عندي الولاد بيحبوا النوتيلا زي ما انتوا شايفينها، بديها ريجه كده خفيفه من على الوش، وفستق ولوز وكل حاجه. وبرده ديت برده عملتها ايه بالزبيب والمكسرات وعين الجمل. في ناس بيحبوها ساده. شايفين التزويق ده حسب رغبتك جميله جدا ازاي. عايزه اقول لك لو وصلت لغايه كده ما تنسيش تعملنا لايك بالله عليك عشان يرفع معانا. شايفه؟ تعالوا بقى نشوف بقى ايه اللي هي الساده دي. شايفه بقى الطبقات بتاعتنا؟ شايفه القرمشه؟ هسمعكم صوت القرمشه دلوقتي. شايفين بقى الطبقات الكريمه؟ عايزه اقول لك تحفه ومورقه وجميله بغاشه، طعمها فظيع ومستويه. خلي بالك لازم تدهني الطبقات بتاعتك سمنه. ما تسمعيش كلام حد يقول لك ادهني خلصي طبقه وادهني في الاخر، لا مش هتبقى مستويه ولا تديك الطبقات دي. شايفه الطبقات وشايفه الكريمه بتاعتي مظبوطه ازاي؟ ما تسمعيش كلام حد برضو يقول لك اعملي الكريمه خفيفه. اسمعي كده، سمعت صوت القرمشه؟ عايزه اقول لك تحفه بجد جميله جدا. شايفه؟
طبعا جبنا بقى كده، عايزين اكننا جايبينها من محل، جبنا طبق كده زي بتوع المحلات، وجبنا واحده زوقناها بالكريم شانتيه كده اهوت، وطبعا ريجه من النوتيلا والمكسرات والفستق والبندق وكل حاجه. عايزه اقول لك بقى اللي يتقال ان الوصفه دي مش بتاعتي، الوصفه دي بتاعت الشيف احمد امين من منصوره، اول شيف بقاله 70 سنه كان بيعمل الوصفه دي يا جماعه، وانا قلت ايه اشارككم بالوصفه ديت. ما تنسوش الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لنا ايه، تكتبوا لنا تعليق حلو، وتعملوا لنا لايك، وتعملوا لنا اشتراك في القناه. انا خلصت الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله.